ايه هي انواع الاكل؟ عشان النظام الغذائي اللي احنا اداه لكم ده ينجح لازم اكون فاهم كويس جدا هي ايه انواع الاكل اللي انا باكلها. في نشويات، في بروتين، وفي فاتس. هنشرح لكم هي ايه امثله للكاربس والفاتس والبروتينز، وهننزل لكم بوست برضه بيشرح كل حاجه هي ايه. احنا النظام الغذائي اللي احنا اداه لكم ده مبني على اساس هو امتى باكل الكربوهيدرات وهي ايه انواع الكربوهيدرات اللي باكلها. ايه هي الكربوهيدرات او النشويات اللي انا لازم ابقى عارفها؟ السكر، العسل، الفاكهه والباستا، دول كلهم نشويات. البطاطس والبطاطا، الرز والعدس، دول كلهم نشويات برضه. واهم واكتر حاجه احنا بناكلها طبعا في مصر هي العيش. العيش نشويات، ومش عايزين ندخل العيش معانا في الدايت بتاعنا خالص. في اوقات بنشتري اكل جاهز من السوبر ماركت، اهم حاجه ان انت وانت بتشتري الاكل الجاهز تبص على الليبل اللي موجود عليه، تتاكد ان المصنع ما اضافش فيه اي نوع من انواع الكربوهيدرات الزياده اللي انت ممكن ما تكونش عارفها. معلومه مثلا احنا قلناها لكم في فيديو بتاع السناكس، هي ان انا ممكن اكل زبده فول سوداني او بينات باتر مع فاكهه. انا ليه ما بحسبش البينات باتر ان هي نوع من انواع الكربوهيدرات؟ كل معلقه بينات باتر او اللي هو السيرفنج الواحد بيبقى موجود فيه حوالي 6 جرام كربوهيدرات. الفرق هنا ان ال 6 جرام كربوهيدرات دول موجودين في النبات بشكل طبيعي، فعشان كده انا ما بستبعدهمش من الدايت بتاعي. انا دايما بحاول اشيل من الدايت بتاعي كل انواع الاكل اللي تبقى اتليست 80% منها كربوهيدرات. نيجي للبروتين. البروتين اسهل شويه، هو اي نوع لحم حيواني موجود في الارض او البحر او الجو، بمعنى الحمام، الفراخ، الديك الرومي، دول كلهم بروتين. اللحوم بانواعها دول كلهم بروتين. الاسماك بانواعها هي بروتين، والبيض برضه بروتين. الدهون سهله برضه، كل الزيوت، السمنه، الزبده، الحاجات دي كلها طبعا فاتس. المهم عندي هنا مش اعرف ايه بس المضر، المهم اعرف ايه كمان الصحي. الصحي ده اللي احنا عايزينكم تاكلوا اكتر منه، بمعنى زيت الزيتون، الافوكادو، كل الحاجات دي دهون صحيه. عملنا لكم الفيديو ده عشان نعرفكم انواع الاكل هي ايه، فبنحاول نسهل عليكم طريقه اكلكم. هننزل لكم برضه بوست على السوشيال ميديا بتاعتنا يشرح لكم كل نوع من انواع الاكل ده، ممكن تعملوا له سكرين شوت او تخلوه عندكم على الموبايل عشان يسهل عليكم الحياه شويه. السلام عليكم.